ارجع لحضرتك. الفتره دي انا شفتك في الحقيقه الغرور، وانا يمكن لاول مره بقول لك الكلام ده. ويمكن كان فاروق الفيشاوي اقرب واحد ليك في الوسط الفني، وفاروق نفسه مع فارق الحكايه برضو تحول، يعني برضو حصل له، بس هو حصل له تدريجي. انت حصل لك 360 درجه. يعني يمكن هنقول الكلام ده لاول مره. انا كنت بشوف انت بتخلص شغل وتروح تشرب وتقعد طول الليل تشرب، وتاني يوم اقول الله، هو ازاي قادر يشتغل؟ ازاي يطلع من لوكيشن للوكيشن للوكيشن؟ فهل علاقه بين الشرب؟ فانا سالت حتى دكاتره نفسيين صحابي قالوا لي ما فيش علاقه، هي بتبقى عاده، هو اتعود، جسمه اتعود على كده. فاللي حصل، انت بتضحك لان انا اول مره بقول لك الكلام ده. صح. اللي حصل، وكانت حتى طريقتك وانت جايب عربيه مكشوفه احدث موديل وعايق وفاتح صدرك الشباب بقى. فجاه بيتك اتحرق، واتحرقت فيه مكتبتك اللي فيها مشوارك بالظبط كله بالظبط، وكأنه مشوارك في ثانية خلص. صح. أنا عايز أقف عند اللقطة دي. إيه اللي حصل لك؟ آسف. أنا دي كانت الصدمة اللي أنا قلت لحضرتك عليها، لأن أنا لما نزلت أشوف الحريقة لقيت أول جزء بيولع في المكتبة الكتب اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي، وشرايط الفيديو اللي عليها شغل، قبل شرايط الفيديو وقبل الجرايد وقبل ده كله. الكتب اللي فيها الإلحاد، الكتب اللي فيها الإلحاد ده. دي اللي لفتت نظري الأول. إن ده الجزء اللي بيولع. أيوه. فدي راحت عامله لي حاجه كده. ايه ده؟ اشمعنى ده؟ فوقفت شويه لقيت انا ما خدتش بالي بقى لا من الجرايد ولا من انما اللي لفت نظري الاول ان ده الجزء اللي بيولع. فلقيت ان لا انا قادر اطفي ولا اعمل اي حاجه. ف بصيت. كنت عرفت انه الحاجه لا لسه اتحرقت ولا لسه؟ لا الله يرحمها. لا هي توفت من خنق الدخان. من خنقه. الدخان. ايوه. فقلت يا ربي اي حاجه هتحصل انا راضي النهارده بيها، خلاص انا عرفت، يعني وصلتني الرساله. بدات ابص على المكتبه، ايه اللي لقيت بقى الجانب بتاع كل الجرايد والمجلات انت عارف الالبومات كان بتاع الارشيف بيدي لك كل شهر صورك في الاعمال صورك في الاعمال الفنيه كلها. فلقيت كل الجانب ده بقى، والفيديو وشرايط الفيديو وشرايط فقلت انت كنت حاطط كتب الالحاد كلها في سيكشن، في جزء لوحده. وكل جزء كنت ده مسرح، ده سينما، ده مش عارف كده. فالجزء ده شفته اول حاجه بتقول. فقلت يعني كل تاريخك اللي انت بتجري عليه ده اهو في ثانيه يبقى كل ده ولا حاجه. فساعتها قلت اي حاجه هتحصل انا راضي بيها، وتقبلت الموقف بمنتهى السكينه. وبس كل هم الولاد، وحفيدي كان بايت عندنا يوميها. فشوف علي كان احمد ايه في ثانويه عامه؟ احمد الجندي. احمد كان تقريبا اولى ثانوي حاجه كده، ثانيه ثانوي صح؟ اعدادي يمكن. لا كان ثانوي قبل ما يخش المعهد. لا كان دخل المعهد، كان دخل، كانت موجود. كان دخل كان دخل المعهد. هي سنه 2000 بالظبط. تمام. بعدها انا شفت ده خلاص، حصلت الفصل، عديت بقى الوفاه واستقبلت الموقف وكل حاجه ولغايه العزاء وكده، وقررت ان انا اسيب هذا المجال اللي تعتزل الفن تماما. فجاء جمال اخويا قال لي طب نطلع اي زياره كده، نعمل عمره. كنتش عملت عمره ولا حج ولا رحت ناحيه هناك. بس انا ليه بقى؟ كان موقف بقى كنت ملحد ساعتها؟ لا مش حكايه الحد، متشكك ومش شايف فيها حاجه مفيده. انا ما كنتش شايف بعض الناس كانوا يقول لك ايه الفولكلور اللي انتوا بتعملوه ده فولكلور في بعض المتثقفين كده. ايوه اللي هو انا بقول لحضرتك الغرور بيصيب الواحد طب قريت كتاب مصطفى محمود رحلتي قريتها بعد كده، من الشك للايمان. ما كنتش عايز اقرب من الكتاب الى اليقين، من الشك الى اليقين. ما كنتش عايز اقرب من الكتاب في المرحله دي. زي ما تقول خوف ان انا اصدق. هو يقنعك انك تؤمن. صحيح.
لكن بعد كده طبعا قريت لما عرفت الصح يعني. المهم ربنا برضو دلني على الناس الكويسين اللي وقفوا جنبي، منهم حبيب علي الجفري. الحقيقه الراجل ده له فضل، انه قال لي طب انت عايز تمشي ليه؟ انت مقتنع ان الفن حرام؟ قلت له لا مش حرام، انا مش عايز احط نفسي في الجو ده تاني. قال لي طب لما انت تمشي والناس اللي التزموا يمشوا، مين اللي هيفضل؟ يعني انتوا عايزين تسيبوا؟ طب ما انت وجودك انت بتأدي رسالة اهم من صحيح. فلها اهمية. واستمريت اشتغلت، بس قال لي اختيارك للموضوع اللي انت هتشترك فيه ده رسالة اهم من اي حاجة تانية. صحيح. واستمريت بقى بقناعات اني اعمل حاجه مفيده، حتى لو قمت وانا في وسط اللوكيشن مثلا وبنصور، وقمت خدت جنب وانت بتصلي، حد شافك هتبقى رساله كويسه. لو ما عملتش اي حاجه بس عملت قدوه، عملت استفزاز لواحد، او علمت واحد حاجه، او فده في حد ذاته هو ده الاسلام، او دي الرساله الحقيقيه يعني. بس كانت مرحله صعبه قوي، بس يعني الحمد لله انها فادتني وفادت ناس كتير حواليا. اما كانش حد مصدق انت هتبطل شرب وهتبطل، فلو عادي. وانا كنت شخصيا بفتكر ان انا لو مش هشرب مش عارف اطلع المسرح، وكنت متخوف جدا من اللحظه دي. اشتغلت مسرحيه لقيت عادي جدا مفيش اي حاجه. بالعكس، ايه الوهم ده؟ اكثر حيويه واكثر شبابا واكثر صحه لان النصيحه المباشره دايما بتبقى صعبه على النفس. صحيح. وخاصه اللي شايف نفسه يعني يقول لي يعني بس دي اراده قويه يا محمود. انا ما صدقتش ان انت هتبطل شرب وتبطل، ودي يعني اعترافات انا بحييك عليها بصراحه. وبعدين بقى او انت اما رجعت يعني انت ما غبتش كتير، انت فتره قصيره جدا اعتقد يعني اللي هو الاعتزال يعني انك انت ما تشتغلش في الفن. ما طالتش المده، ما طالتش، ما كملتش شهور. وبعدين اما رجعت الحقيقه ما كانش عندك بقى ايه الوجه المتجهم اللي لا هو محمود الجندي بس ما عادش بيسهر مع شله معينه، ما عادش بيصاحب الازازه، ما عادش بيدخن، ما عادش. وكان ده اصراري على الجلابيه على فكره، بقيت اكثر اشراقا. وكانت الجلابيه اصراري على الجلابيه والعمه. الجلابيه والعمه كانت ميزه بعد العوده بقى، ان لا يمكن هقدر ادخل بيها نايت كلاب. يعني لبس ما ينفعش بالظبط كده. فكانت دي حمايه، انا كنت واخدها كده يعني بتحصن نفسك يعني. وربنا حط في طريقي ناس ارشدوني الصح. يعني ايه وسط؟ يعني ايه وسطيه؟ كنت فاكر الوسطيه يعني ايه، لا تبقى هنا ولا هنا، حساب النص تماين. اتضح ان الوسطيه هي القوه. ده مذهب طبعا وطريق القوه طبعا، لان الجوانب خلقناكم امه وسطا. ايوه الجوانب بتتعرض للخطر، انما الوسط دايما محمي، فالوسط هو الاقوى. فدخلت المساله من هنا، انك تبقى وسطي. والدين يسر، الدين سهل جدا جدا، مفيش اي عقد. انت مجرد انك انت تعمل اللي عليك ومالكش دعوه باللي حواليك، مالكش دعوه بالناس. انت مالك ومال ده بيصلي ولا ما بيصلوش، انت مالك ومال ده بيصوم ولا ما بيصومش. دي علاقته بربنا. ما قلقتش من اتهامات البعض بقى متزمت، يا عم ده بقى بتاع انا اسف يعني بتاع ربنا، ده بقى كذا والكلام ده قبل ده. احنا بس عشان الناس قبل الاخوان بكتير قوي يعني، انت خدت طريقك بعيدا عن اي اتجاهات سياسيه، ده طريق مع النفس، طريق مع الله. صح. انا قلعت الجلابيه والزي ده ايوه خوفا من اللي حضرتك قلته. الطريقه دي لان لقيت الناس بعض الزملاء اللي يعني ربنا قال لك الدروش يا عم بتاع، لا هم يعني ما عندهمش المعلومه اللي عندي، ما عندهمش العلم الديني الصحيح. فواخدين المساله ايه، استهتار واستكعاب وتريقه، لانه عايز يعني يعمل افيه. يا بتاع الزبادي جه كل ما يشوفني بالجلابيه البيضاء، يا عم انت في ايه، هو ده الزي الاسلامي بقى؟ قلت انا بلبس ده علشان يعني اخليهم يسخروا من مفيش زي اسلامي. الاسلام ده جوايا بس انا بلبس ده هذا بالظبط. فقلت لا انت مسلم خليك في حالك ومفيش داعي تجيب الكلام فيعني الحمد لله ان انا ربنا عافاني من اني اخش سكه التزمت ولا سكه الاستهتار. بالظبط. وفي نفس الوقت قدمت فنك بكل رقي واحترام الحمد لله. وفي نفس الوقت انت يعني بالعكس، انا احيانا يعني لان البعض قد يفهم ايه ان انت مثلا يجي لك دور مجرم ما تعملوش، او دور حتى سكير ما تعملوش. انا لقيتك بتعمل ادوار مجرم وسكير وكل حاجه عشان ده تمثيل
وانت بتأدي رساله، أنت في كل ما النهاية- اجدت الدور ده أي. بتحذر منه. انت بتودي الرساله كلها فين؟ العمل كله بيودي الرساله أيوة. شكلها ايه؟ بالظبط، العمل كله ده مهم. كله. ايوه رساله العمل كله ايه؟ بالظبط. اشترك فيه. بالظبط كده. بتعمل دور سيء بس انت في النهايه بتوصل رساله ايجابيه. صحيح. يبقى لان دي مهنتي. بما ان في قعده اعترافات انت برضو يعني ربما يعني عرفت انك كثير الزواج، مزواج شويه. اعترافات بايه بالظبط؟ مش بقى؟ عايزين نعترف؟ طيب خلاص مش هنقول. يعني انت مش كثير الزواج؟ لا طبعا، هي ظروف. اصل كثير الزواج يعني معناه ان انا كل يوم بتجوز واطلق وكده. هي كانت ظروف. يعني انت اتجوزت من الوسط الفني عبلة كامل فقط؟ كنا حتى في مسلسل ليه اسمه حد السكين كان شاهد فاروق الفيشاوي. كان ايه؟ كان شاهد فاروق الفيشاوي على العقد الزواج. والنقلي كان والنقلي بالظبط. انا كنت موجود. صح كنت موجود. أيوة. هي محمد كان مسلسل فتحة خير الحمد لله. يعني كان انا بعتبر ان طبعا لان المساله تخص شخص تاني غيري فما بحبش كلام فيه. في المسلسل ده انت عملت دور مهم. وكانت بتحبك فتاة مسيحية اللي هي عملت دورها وفاء صادق. حصل مونولوج رائع. انا اقسم بالله كل ما اشوف المسلسل ابكي من صدقك وامانه. صدق وفاء كانت عامله حلوه قوي. وانت صورتوه فوق الجبل. كان كل واحد بيتكلم بطريقته. وهي بتحبك ومش قادره تقول، وانت بتحب عبلة كامل البطله.